الرنجة بالتونة اهي دي الوصفة اللي تتقال عليها يا خرابي يا عرابي على جمالها. فلو بتحب الرنجة وبتعشقي التونة هنعمل ميكس جامد ما بينهم. بجد الوصفة دي تفتح النفس، مش هتبطلي تعمليها. معاكم سيمونة، وتوسي لايك وتعالوا اقولكوا عملت ايه. معايا 2 رنجة وابدأ كده اعملها على النار، ما بتكملش دقيقتين 3. وما تقليش خالص من عين البوتاجاز، تهدى شوية كده من السخونية وتبدأي تنضفيها، هيطلع معاكي كله بسهولة. هنا هستخدم الخضار بتاعي فلفل اصفر، فلفل احمر، طماطم وفلفل الاخضر وبصلايه. هبدأ كده اجيب بولة معايا كبيرة عشان اعرف اقلب فيها. هحط الرنجة اللي انا خلاص خليتها، ومعاهم علبة تونة، اي نوع علبة تونة. معاهم الخضار اللي انا قطعته، هقطعه زي اكني سلطة حتت صغيرة. هبدأ اخد بصل اخضر واقطع عليه كمان. هضيف هنا معلقتين خل، ومعاهم ليمونة كاملة. وكده يبقى خلصنا، وهبدأ اقلب كل المكونات كلها دي مع بعض. هعمل طبق واحط عليه طحينة، وطبق من غير طحينة. واستنوا لاخر الفيديو وهقولكوا انهي الاحلى وانهي الطعم الاحلى اللي عجبنا. حطيت معلقتين طحينة وحطيت حبة مية وهبدأ اقلب. طبعا لازم تتقدم مع البصل الاخضر. شوفوا بقى الجمال، طعمها بجد في حتة تانية. انا دقتها قبل كده واخدت طريقتها وقلت لازم اعملها معاكم. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم. يلا بينا ندوق. بجد طعمها رهيب، طعمها تحفة. لازم تجربوها، احنا عجبنا اكتر اللي هو من غير الطحينة. لايك وشير لو عجبك الفيديو، وفولو للصفحة، ومستنية رأيكم.